صباح الخير. صباح مشاهدي ومتابعي موقع صدى الإقليم. نحن معكم اليوم من مستشفى سبلين الحكومة ببث مباشر لنطلع على حملة التلقيح التي انطلقت اليوم صباح اليوم منذ الساعة 8 صباحا. حملة تلقيح مثل ما عم نشوف قدامنا، مثل ما عملنا جولة صغيرة بقلب المركز، يعني ماشي بطريقة كتير سليمة. الأطباء والمشرفين على هذا الموضوع أكدوا لنا أنه الوضع جيد. كبار السن كمان عدد لا بأس به، يعني حتى الآن حوالي 50 شخص تلقى اللقاح. معي دكتورة منال حجاوي المسؤولة عن حملة التلقيح في مستشفى سبلين الحكومة، لتحكي لنا شوي عن آلية سير العمل بهذا النهار مع بداية انطلاق التلقيح. صباح الخير. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيكم. دكتورة، إذا بتحكي لنا شوي كيف انطلقت عملية التلقيح اليوم، كيف سير العمل فيها؟ نحن من الصباح الباكر أكيد جينا كطاقم للعمل، يعني فريق العمل كنا هون قبل 7 لحتى نبلش نجهز، لحتى ما نخلي يكون في ثغرات أكيد، وهذا الشيء كتير بهمنا إنه ما يكون في ثغرات وأخطاء ما تنعكس سلبا على المستفيدين من اللقاح. الحمد لله مرقت الأمور على خير، كان كل شيء منظم، ما كان في ولا مشكلة أبدا. بلشنا باللقاح تقريبا على 8:30. أكيد في دايما أشياء تقنية بدها تتحضر وتنعمل قبل ما نبتدي بالتطعيم. فهذا الشيء اللي صار. عم يتوجهوا المرضى بالأول على مكتب التسجيل، بعدين على مكتب التقييم الصحي، بعدين على غرفة التلقيح، بعدين على غرفة المراقبة يلي كمان هونيك في ربع ساعة لنص ساعة حسب الوضع الصحي للمريض. كيف أوضاع المرضى لهلا، يعني الملقحين؟ يعني ما صار في عنا أبدا ولا أي مشكلة ولا أي سايد إفكت ولا أي شيء ممكن يكون مزعج لأي شخص أو يعطي نظرة غلط تجاه الفاكسين. يعني كم قد ايه؟ مثل ما قلنا نحن عندنا حوالي 50 شخص لهلا صاروا، قد ايه متوقعين ممكن يوصل العدد اليوم الأول من نحن اليوم مفروض ممكن نوصل لل 80 شخص تقريبا. لحد هلا نحن على 50 بالضبط. لقد ايه معنا وقت؟ هو التلقيح ل3. نحن اكيد اذا في ناس صار في شويه تاخير بكون حنضلنا لحتى يخلصوا الناس اللي هن جايين اليوم. نعم. يعني كيف عم تتعاطى، كم قد ايه فريق العمل تشجع لهذا الموضوع؟ أكيد. بصراحه يا ريتك جيتي بكير وشفتي كيف كلنا قاعدين ناطرين وواقفين ناطرين، وعم مثل خليه النحل، كل حدا ناطر ومتأهب لحتى يتجاوب مع أي شيء ممكن ينطلب منه، وكل حدا عنده شغلة بده يحضرها عم بيحضرها. كان الجو شيء كتير حلو وكتير مشجع وكتير بيوحي بالتفاؤل. وصار يعني هو الناس اجت من 8 أو 8 إلا اللي نطروا ل8:30 لحتى ابتدينا. كانوا كتير متفاهمين، خبرناهم نحن أول يوم نحن بدنا نحضر، نحن بدنا يكون كل شيء سليم، وكان هيدا الشيء كتير بجو تفاؤل وجو حلو. يعني في بعض الأخبار اللي طلعت من هون ومن هون، بعض المواقع الإخبارية، انه مستشفى سبلين اغلقت ابوابها بوجه الملقحين او الاشخاص اللي جايين يتلقحوا. شفت لفتني شيء بعد وصلني شيء خبر من هيدا النوع. صراحه نحن ما سكرنا الباب على حدا. اللقاح اجى بشكل كتير سليم، ومن امبارح وصلنا ونحفظ بشكل كتير سليم، ولدرجه انه كنا دائما البراد تحت نظرنا، المراقبه وكل شيء. اللقاح منيح، المرضى منيح، الابواب منيح، كل الابواب مفتوحه. واللي حط هيدا الخبر نحن الباب مفتوح له لحتى يجي ويصلح الشيء اللي نذكر. أنا بتشكرك، إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. يعني بالنهار الأول الحمد لله عم نشوف قد ايه نسبة التعاطي بشكل جيد، ونحن بالأساس بنعرفكم كصدى الإقليم ومتابعينكم بشكل دائم. يعطيكم ألف عافية. دائما هيك. وبحب وجه شكر للفريق العمل اللي موجود معي، أكيد للمستشفى أكيد اللي هي أنا فرد منها يعني، وأكيد بالنتيجة كمان للبلديات وللناس اللي هن إجوا كانوا كتير متجاوبين. وأكيد في عنا الدكتور بلال عبد الله، هو كان مواكبنا بكل خطوة، يعني أي مشكلة بتصير كان دايما يلاقي لنا الحل. كمان تيمور بيك جملات مشكور، كمان كان راعينا بهذا الموضوع. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. نحن حنعمل جولة بقلب المركز، حنشوف
إذا بتشرحي لنا شوي كيف عم بصير الشغل. خلينا نبلش من برا. الناس اكيد الباب مش مسكر بس لحتى ما يصير في عجقه، هون كرمال الطقس، كرمال الهواء، حتى كرمال العجقه. نحن وزعنا بروشور وفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نذكر فيه انه اذا بده يكون في شخص مرافق ما فينا يكون الكل موجود جوا، لانه حيبطل في تباعد اجتماعي، واللي هو اكيد من الاولويات الاهتمام بهذه الحاله. فكرمال هيك الباب هون مسكر. اذا حدا بده يكون مرافق مع شخص بده يستفيد من اللقاح ما بيقدر يعبر عن حاله، فعم نستضيف هذا المرافق بكل بساطه وبكل سهوله. بيدخلوا من هون، اكيد في قياس للحراره، في تسجيل رقم وكل شيء. بعدين بيتوجهوا لغرفه التسجيل على المعلوماتيه. من وراء غرفه التسجيل والتاكد من المعلومات الاساسيه الاسم والبطاقه بيتوجهوا على غرفه التقييم الصحي. هلا في شويه رواق مشان هيك المكتب فاضي. من بعدها بيكون صار دور غرفه التلقيح. بيتلقحوا اكيد هذا الوقت ما بيكون شوي سريع، ما بيكون بياخذ وقت. من بعدها بيروحوا على غرفه المراقبه. دكتور من بعد التلقيح بيروحوا على غرفه المراقبه كرمال ينتظروا 15 دقيقه او 30 دقيقه حسب الوضع الصحي. وبعدين اكيد الخروج من هيداك الباب. شكرا دكتوره، عم نعزبك. لا ابدا، بالعكس نورتونا. نشوف اذا حدا من كبار السن بحب يعطينا هيك. تلقحتي حجي؟ بعد؟ عندك الاسامي ليه؟ نشوف حدا تلقى، نشوف بعتقد اللي تلقحوا خلصوا. ما بعرف وين هونيك المراقبه. سوري تفضل. نشوف اذا بنقدر ناخذ حديث من بعض الاشخاص الذين تلقحوا اليوم. شخص دكتور مروان، انت سجلت؟ دكتور سجل على المنصه. يعطيك العافية. أي مش الحالة. فينا ناخذ حديث؟ استاذ؟ دكتور بدأت. مين هي؟ أي دكتور أحمد؟ دكتور تلقحت؟ لا هلا فينا نصورك انت عم تتلقى؟ بدك كيف تسجل؟ دكتور هلا أنا مسجل. دكتور مروان عم تسألك. نحن ماشيين وراك لحتى نشوف كيف عم بتصير عملية التلقيح. بما انه انت دكتور يعني فينا نصورك، ما في مشكلة. ايه؟ امبارح ولا اليوم؟ أنا امبارح مسجل. أبعت الصبية على الباب عبات معلومات. عند مين؟ عند غنوة. بس عبي له معلومات ولا دكتور مش دكتور. عفوا تفضل. هاي الكارت. عم يسجلوا شيء على الكارت؟ خلينا هي مع صديقي. كيف نحن عم نشوف الدكتور مروان عم بيسجل اسمه لا يتلقى. مروان محمد اسماعيل. دكتور مروان اسماعيل. ايه يعني مثل ما عم نشوف دكتور مروان عم بفرجيهم على الرسالة التي تلقاها للإذن، لأخذ الإذن، يعني سمحوا له إنه يبلش أو ياخذ اللقاح، وعم بيسجل اسمه لحتى يجي يتلقح أو يتلقح. لا قالوا لي فوت الايدي تبعه. يعني هاي هي
الغرفة اللي عم بصير فيها التلقيح. عم بتصوروا الغرف فاضية؟ ما بيأثر، يعني هي يعني ما في عجقة، هيدا أهم شيء. وخصوصا نحن يعني سلامتنا وسلامة كبار السن اللي هو أهم شيء هلا بهيدي الأيام بهيدا الظروف. نشوف دكتور ربيع مدير مستشفى سبلين. دكتور ربيع، نحن عم نعمل هيك جولة صغيرة بقلب المركز بمستشفى سبلين. إذا فينا نقرب شوي دكتور. دكتور إذا أكيد على السريعة، إذا هيك بتحكي لنا شوي كيف هاليوم بلش معكم، كيف صرتوا كيف عم بتواجهوا صباح الخير. أول شيء الانطلاقة جيدة، انطلقت بشكل منظم بشكل مريح، وإن شاء الله بنكمل على هالوتير من أذن الله. يعني نسبة الملقحين هلا حوالي 50 شخص تقريبا، صاروا نسبة منيحة لهالوقت، وإن شاء الله بنكمل هيك. الوضع رايق مثل ما شايفين، ما في هالعجقة، في تنظيم، في ترتيب. يعطيهم العافية الطاقم التمريضي والطبي، التمريضي والطبي، سلك تمريضي ان شاء الله بنكمل على هالوتيره باذن الله. يعطيكم العافيه. ان شاء الله ويعطيكم انتم الف عافيه. شكرا دكتور. كل حدا بعد برا، كل حدا خلينا نفوت الريحه لجوا. يعني نحن بنفضل انه ما نصور كثير الحجاج هن وعم او كبار السن هن وعم بيتلقحوا، خصوصا النساء يعني. خلينا نزيد شوي لانه يعني ما حلوه انه نصورهم هن وعم بيتلقحوا. عنا اشخاص جوا عم تتلقح، نقلنا حوالي 50 شخص لهلا، 50 صاروا يمكن 55 بوجودنا هون عم يتوجهوا. نسبه او حمله التلقيح انطلقت اليوم مثل ما كنا عم نقول بمستشفى سبلين الحكومي. نحن عم نواكب معكم بعض الوقت من هذا اليوم الطويل اللي حيكون مثل ما قالوا لنا المشرفين على حمله التلقيح اليوم او بشكل عام بمستشفى سبلين. الوضع جيد. كان في نوع من المشجعين يعني لحتى يكون هيدا النهار يوم جيد. ما بعرف شو ممكن بعد يطلع معنا. يعني خلية نحل عم نشوفها بمستشفى سبلين الحكومي يوم لانه عم ينزل اشياء او معنويات. دكتور ربيع عم بيقول لنا انه نقول للناس تشجعوا، قدموا طلبات للتلقيح على مركز او على الموقع تبع وزارة الصحة. تشجعوا، ولانه باللقاح نحن اكيد نحن قدمنا طلباتنا. قدموا طلباتكم وتشجعوا، لانه عن جد بهيدا اللقاح ان شاء الله نقدر نسيطر على الوضع بشكل عام ونخلص من الكورونا ونرجع لحياتنا الطبيعيه بشكل سليم ان شاء الله. يعني نحن كنا معكم من مستشفى سبلين الحكومي، انا خديجه الحجار، معي على التصوير زياد شعبان. بنشوفكم بخير وسجلوا باللقاح.